عندك تورم في رجليك ومش عارف تقلق ولا لا؟ الحقيقه انه معظم اسباب تورم الرجلين ملهاش علاقه بالعظام، انما الشخص اول ما بيحصل له تورم في رجليه اول حاجه بيفكر فيها انه يزور دكتور العظام. علشان كده النهارده هنتعرف على اهم 10 اسباب لتورم القدمين، وكمان هنقول امتى ممكن الموضوع يبقى عادي وامتى ممكن يبقى مقلق. انا دكتور احمد شميس وجاي اكلمكم كلمتين في العظم، او مش في العظم قوي يعني. السلام عليكم. زي ما قلنا في المقدمة، معظم أسباب تورم الرجلين ملهاش أي علاقة بالعظام، ولذلك خلينا نبدأ باللي له علاقة بالعظام. لو حصل التواء أدى لتمزق في أربطة القدم أو الكاحل، أو لا قدر الله كسر في القدم أو الكاحل، بيحصل تورم. التورم هنا بيكون نتيجة الارتشاح أو النزيف اللي بيتجمع في المنطقة دي، ووقتها لازم طبعا نستشير دكتور العظام ويطلب لنا الأشعة اللازمة علشان يطمنا. الحمل ممكن يعمل تورم في الرجلين لأن الجنين بيضغط على الوريد الكبير اللي بيرجع الدم من النص الأسفل من جسمنا للقلب، بس لو التورم كان مفاجئ وعنيف ومعاه ضغط دم مرتفع فوق 140/90 هنا ممكن يكون مقلق، لأنه ممكن يكون نتيجة تسمم حمل، ووقتها لازم فورا نستشير دكتور النساء. بعض الأدوية ممكن تسبب تورم في القدمين، أدوية زي المسكنات، زي الكورتيزونات، زي بعض أدوية السكر والاكتئاب، كلها ممكن تسبب احتباس سوائل في الجسم وتورم في القدمين. وقتها طبعا لازم نوازن ما بين فوائد الدواء وما بين أثره الجانبية. لو في التهاب بكتيري زي الالتهاب الخلوي مثلا، اللي بيكون عبارة عن التهاب بكتيري في طبقات الجلد، وقتها هيحصل تورم بسبب الالتهاب الخلوي، والتورم هنا بيكون معاه حاجات تانية زي السخونة والاحمرار، وبيكون في ناحية واحدة اللي هي فيها مشكلة، وطبعا ده مقلق. الأوردة عندها صمامات، الصمامات دي بتحافظ على تدفق الدم في اتجاه واحد، اللي هو من الاتجاه البعيد عن القلب لاتجاه القلب، يعني من الأطراف الإيدين والرجلين لاتجاه القلب. لكن لو الصمامات دي ما بقتش شغالة كويس الدم هيتجمع في الرجلين. جلطة الرجل بتحصل نتيجة قلة الحركة، زي مثلا لو حد راقد في السرير نتيجة مرض لا قدر الله أو نتيجة عملية جراحية، بيحصل تجلط للدم في الأوردة العميقة بتاعة الساق أو بتاعة الفخذ، والحالة دي طبعا خطر لأن الجلطات دي ممكن تتحرك وتوصل للقلب أو الرئة لا قدر الله. علامات جلطة الرجل بتكون كالآتي: ورم في رجل واحدة، نادر جدا لما تحصل في الرجلين ووقتها بيكون لها أسبابها. الورم ده طالع على عضلة السمانة، تضغط على عضلة السمانة تلاقيها منفوخة وناشفة، وأحيانا الورم بيطلع كمان لحد الفخذ. الورم ده بيكون معاه ألم، وممكن حرارة خفيفة، وممكن تغيير في لون الجلد في الرجل. الجهاز الليمفاوي هو جزء من جهاز المناعة في الجسم، بيساعد في مكافحة العدوى وحماية جسمنا من الأمراض. الجهاز الليمفاوي فيه شبكة من الأوعية بتنتشر في جسمنا كله زي الأوعية الدموية بالظبط، بس السائل اللي ماشي جواها مش دم، سائل تاني اسمه الليمف. لو الأوعية دي حصل فيها أي مشكلة، السائل اللي هو الليمف هيتجمع في الرجلين ويعمل تورم اسمه التورم الليمفاوي. التورم الليمفاوي ده بيكون انطباعي أو منطبع. يعني إيه؟ يعني لو ضغطت عليه بصباعك كده يطبع، ياخد ثانية أو ثانيتين لحد ما يرجع للطبيعي، كأنك بالظبط ضغطت على عجينة. الورم اللي بالشكل ده مش دايما يبقى مقلق، إنما نستشير الدكتور علشان نطمن. لو القلب مش قادر يضخ الدم كويس، الدم هيتجمع في الرجلين ويعمل تورم في الرجلين. تورم الرجلين اللي نتيجة فشل القلب بيكون معاه أعراض تانية زي عدم انتظام في ضربات القلب، أو لخبطة في ضربات القلب، أو نهجان مع مجهود قليل، أو كرشة نفس لما الشخص ينام على ظهره. الكلى بتتحكم في كمية السوائل والأملاح اللي موجودة جوه الجسم لأنها بتفرزها في البول، فلو حصل فشل في الكلى السوائل هتبدأ تتجمع جوه الجسم وتظهر في الرجلين. لو تورم الرجلين بسبب الكلى هيكون معاه أعراض تانية زي تورم حوالين العينين، إرهاق وتعب، فقدان شهية، وبول رغوي، يعني البول بيكون كأن فيه رغاوي زي الصابون كده، وده بسبب زيادة البروتين في البول. الكبد بيصنع البروتينات اللي بتحافظ على السوائل داخل الأوعية الدموية، وأهمها بروتين اسمه الألبيومين. لو في فشل في الكبد ده هيقلل البروتينات، وبالتالي السوائل هتتسرب خارج الأوعية الدموية وتظهر في الرجلين. في حالة فشل الكبد ممكن يكون موجود كمان اصفرار في الجلد وبياض العين، الصفرة، انتفاخ في البطن، الاستسقاء،
حكة في الجلد، بول غامق، وإحساس دائم بالتعب. التورم اللي نتيجة فشل القلب أو الكلى أو الكبد كمان بيكون انطباعي. في شوية أسباب بقى كده إضافية بتعمل تورم في الرجلين، بيكون خفيف ومش مقلق، زي السمنة وزي أكل الحاجات اللي فيها ملح كتير، لأن الملح بيعمل احتباس سوائل جوه الجسم وبالتالي بيعمل تورم عام في الجسم مش ملحوظ، إنما ممكن يكون ملحوظ في الرجلين. وزي الوقفة الكتير، الجراحين، المدرسين، دكاترة السنان، وزي القعدة الكتير، الموظفين اللي قاعدين طول وقتهم على مكاتب. يبقى علشان نلخص، امتى تورم الرجلين ممكن يبقى مقلق؟ لو بعد إصابة أو التواء، لأنه ممكن يكون تمزق في الأربطة أو كسر. اكشف عظام. لو مع الحمل لكنه زيادة قوي وبشكل مفاجئ ومع ضغط دم مرتفع، لأنه ممكن يكون تسمم حمل. اكشفي نسا. لو في رجل واحدة ومعاه احمرار وسخونة، لأنه ممكن يكون التهاب بكتيري خلوي. اكشف جراحة. لو في رجل واحدة ومعاه وجع وممكن حرارة خفيفة وجاي بعد عملية جراحية أو تعب شديد ورقدة في السرير، لأنه ممكن يكون جلطة في الرجل. اكشف أوعية. لو في الرجلين ومعاه اضطراب في ضربات القلب أو نهجان مع أقل مجهود أو كرشة نفس، لأنه ممكن يكون فشل في القلب. اكشف قلب. لو في الرجلين ومعاه تورم حوالين العينين وإرهاق وتعب وفقدان شهية والبول كأن فيه رغاوي صابون، لأنه ممكن يكون فشل في الكلى. اكشف كلى. لو في الرجلين ومعاه صفرة وانتفاخ في البطن وحكة في الجلد وبول غامق، لأنه ممكن يكون فشل في الكبد. اكشف كبد وجهاز هضمي. لو بتضغط عليه بصباعك يطبع لمدة ثانية أو ثانيتين، وده مش ضروري يكون خطر، إنما ده ما يمنعش إن احنا نسأل الدكتور علشان نطمن. اكشف بطنه. وأخيرا عندي لحضراتكم طلب وسؤال ونصيحة. الطلب، يا ريت تقول رأيك بصراحة في الفيديو في التعليقات. والسؤال، كنت تعرف إن تورم الرجلين له كل الأسباب دي؟ هنتظر إجابات حضراتكم في التعليقات. ونصيحة النهاردة، لو بنقف أو نقعد فترات طويلة، يا ريت ناخد فترة راحة ونتحرك شوية. ولو حاسين إنكم بتستفيدوا من القناة، يا ريت تشتركوا وتعملوا شير لغيركم علشان يستفادوا. ودعواتي لكم بتمام الصحة والعافية.